اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج العذراء، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج العذراء، مبدئيا كده انا شايف ان في قراءتكم ان في حد مشغول بيكم بطريقة غير عادية. في حد زي ما يكون بيراقبكم. في منكم هنا اللي الشخص ده ممكن يكون بيراقبكم على السوشيال ميديا. وفي منكم اللي ممكن يكون الشخص ده بيجي المكان اللي انتوا موجودين فيه، او ممكن يكون عارف مكان سكنكم او مكان شغلكم، او مثلا لما بتخرجوا بيحاول ان هو يلمحكم من غير ما انتوا تلاحظوه. في حد ممكن يكون حاسس ان هو عايز يشوفكم ويقعد معاكم. انا شايف لكتير منكم في زي بداية جديدة في حياتكم هتكون في حياتكم، او في باب خير هيتفتح ليكم. في زي ما يكون خير كبير جدا ربنا هيوجده في حياتكم. في حاجة يمكن انتوا كتير اتمنيتوها، انا شايف ان هي هتتحقق. زي ما يكون انتوا صبرتوا كتير وتحملتوا كتير، وربنا هيعوضكم عن صبركم وتعبكم وإيمانكم. أنا شايف كمان إن في كتير منكم مش بس الأمور العاطفية اللي هيبقى فيها تحسن، لأ، أنا شايف كمان إن هيكون في تحسن في الأمور المادية أو المهنية. زي ما يكون هيكون عندكم تغيير شامل في حياتكم، وزي ما يكون روحكم هترجع لكم من تاني بعد فترة تعب وعناء. حاولوا إن انتوا ترموا أي حاجة من الماضي ممكن تكون بتتعبكم ورا ظهركم، لأن أنا شايف إن في بداية جديدة هتتولد في حياتكم. الحاجات اللي انتوا بتتمنوها هيجي عليها الوقت وهي اللي هتيجي لحد عندكم. بس في حد هنا كتير مشغول بيكم، وكمان انتوا بتحاولوا ان انتوا تعرفوا اخباره، او هو بيحاول ان هو يعرف اخباركم. غالبا في حاجة متبادلة هنا ما بينكم انتوا الاتنين، في حاجة مشتركة. حتى لو انتوا بتقاوموا ان انتوا تراقبوا الشخص ده، او تعرفوا اخباره، او تعرفوا الجديد في حياته، بس من جواكم حتى لو انتوا يعني بتنكروا ده، بس انتوا جواكم عايزين تعرفوا كل حاجة تخص الشخص ده. الشخص ده ممكن يكون عنده مشاكل كتير في حياته، وممكن تكون حياته فيها معاناة وفيها صعوبات كتير وتحديات كمان ومعوقات، وفي حتى محاربات من الأشخاص اللي حواليه. وللبعض منكم الشخص ده ممكن يكون في ناس بتحاول إن هي تمسك عليه غلطة، أو حتى يعني تدور له على غلطة عشان ياخد مكانته مثلا أو ياخد مكانه. بس أنا شايف إن الشخص ده عنده القدرة والذكاء إن هو يقدر يفهم الناس حتى لو بيظهر عكس ده. بس ساعات كتير الشخص ده بيجي وقت وزي ما يكون بيتعب، أو بيحس إن هو وحيد، أو مش قادر إن هو يواجه كل التحديات دي، أو مش قادر إن هو يحس إن الدنيا تساعده وتخليه يحصل على اللي هو بيتمناه. كتير منكم يا إما بتحلموا بالشخص ده، أو ممكن يكون في إشارات أو علامات بتظهر لكم. ممكن يكون حتى بتعملوا تخاطر للشخص ده. وكتير منكم بتكونوا قاعدين مفيش أي مشكلة، وفجأة بتحسوا إن انتوا الشخص ده اتملك من تفكيركم بطريقة لا يتخيلها عقل، ومش عارفين تخرجوا من تفكيركم ومش عارفين ايه السبب التفكير ده. الشخص ده ممكن يكون خذلكم، او زي ما يكون خيب ظنكم فيه. بس في نفس الوقت الشخص ده ممكن يكون ليه مكانة، او ممكن يكون صاحب شغل، او ممكن يكون في مركز كويس، والشخص ده بطبيعته شخص قيادي. ممكن يكون الشخص ده شخص مسؤول، يعني ما ينفعش ياخد قرارات غلط او يتصرف تصرفات غلط يكون ليها ابعاد انها تأثر على شغله او على عيلته او على مركزه. فإن كان الشخص ده جواه مشاعر قوية جدا اتجاهكم، وبتمنى ان هو يكون موجود معاكم، او يخرج معاكم كتير او يقابلكم، بس في حاجات بتمنع الشخص ده من ان هو يعمل اللي هو عايزه او اللي في قلبه. الشخص ده ممكن يكون بيعرف في التخاطر، وده في بعض الأوقات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء إن هو أدرك الأمر أو لأ، أو الموهبة اللي هي عنده أو لأ. بس الشخص ده بيعرف يوصل لكم كل مشاعره وإحساسه اتجاهكم. وده اللي في بعض الأوقات لما الشخص ده بيفكر فيكم وبيركز عليكم لدرجة إن حتى لما بيحس إن هو تعبان بيلجأ لحاجة بتخليه إن هو يحس بالسلام وبالفرحة، بتكونوا انتوا الحاجة دي اللي الشخص ده بيلجأ لها. فانتوا بتحسوا فجأة ان الشخص ده جه في تفكيركم، وبتحسوا بحاجات من الشخص ده. وممكن في حاجات انتوا بتعملوها فجأة الشخص ده بيجي على بالكم لدرجة ان انتوا ما بقيتوش عارفين
يعني تخرجوه من تفكيركم، لدرجة إن هو بيملك كل تفكيركم وكل مشاعركم، ومش قادرين إن انتوا تتخلوا عن الإحساس ده، كأنه بالظبط هو موجود معاكم. ده بسبب إن الشخص ده لما بيفكر فيكم بعمق وبقلبه وبمشاعره. في كتير منكم انتوا لسه متمسكين بالشخص ده، ويمكن ساعات بيجيلكم إحساس إن انتوا عايزين تروحوله، بس انتوا في نفس الوقت مش قادرين تنسوا اللي صدر من الشخص ده. ويمكن الشخص ده خذلكم، أو الثقة اللي انتوا وضعتوها فيه ما كانتش في محلها. وفي حاجات كتير وأحاسيس كتير مش بتكونوا عارفين ايه سبب الأحاسيس دي، ومش عارفين ليه انتوا مش قادرين يعني تكملوا، وليه مش عارفين ان انتوا تخلوا الأحاسيس دي ورا ظهركم، وليه لغاية دلوقتي انتوا متمسكين بيهم مع ان في غيره كتير عايزكم. بس الشخص ده كتير بيراقبكم بطريقة جنونية، وبيفكر فيكم وبيحس بيكم بطريقة انتوا مش هتتخيلوها، زي ما يكون في تواصل روحاني ما بينكم. الشخص ده مبسوط ان هو صادفكم. الشخص ده حبكم حب، وعارف ان هو مش هيعرف يحس بالاحساس ده مع حد تاني. الشخص ده حب ان هو يكون جنبكم، ومنجذب بيكم بطريقة غير عادية. انا شايف هنا ان انتوا محتاجين ان انتوا تجددوا طاقتكم، وتبعدوا عن الافكار السلبية، لان الشخص ده عايزكم ومش هيسيبكم لحد تاني ان هو ياخدكم منه. انا شايف ان هيكون في توازن في حياتكم في الفترة اللي جاية باذن الله. وان كان في بعد ما بينكم في الفترة الحالية او انفصال وانتوا فقدتوا الامل ان يبقى في رجوع، انا شايف ان هيكون في رجوع باذن الله للبعض بينكم، وهيكون في بداية جديدة. وممكن يكون الشخص ده جاي وكمان معاه ارتباط، يعني معاه عرض ارتباط او زواج ليكم. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.